نروح بقى لاخر صنف معانا وهو الفاسكون. والفاسكون بيحتوي على ماده فعاله واحده اسمها اتليفيرين، ودي بتنزل بتركيز 5 مللي جرام للاقراص. والماده دي بتشتغل كالفا 1 وبيتا 1 اجونست، وبتعمل فازو كونستريكشن او تضييق للاوعيه الدمويه، وده بدوره هيرفع من ضغط الدم، بالاضافه الى انها بتزود من انقباض عضله القلب وضخ الدم. والفاسكون بينزل منه اقراص، كمان بينزل منه نقط للشرب. طيب ايه هي دواعي استعمال الفاسكون او استخداماته؟ طبعا بيستخدم اول حاجه لعلاج انخفاض ضغط الدم، كمان بيعمل على تنشيط الدوره الدمويه بصوره ممتازه، وبرضه بيكون ليه دور في تحسين اداء القلب، وبيوصف لعلاج حالات هبوط الدوره الدمويه وحالات الغيبوبه وفقدان الوعي، وبرضه بيخفف من انواع الصداع الناتج عن اضطرابات انقباض وبساط الاوعيه الدمويه. كلام جميل. ايه هي بقى الاثار الجانبيه للفاسكون او ايه هي اضراره؟ اضراره بتظهر لو اتاخد منه جرعات عاليه، زي ان ممكن يسبب سرعه وعدم انتظام لضربات القلب والم في الصدر، كمان ممكن يسبب ارتفاع في ضغط الدم، بالاضافه للشعور بالغثيان، ممكن يسبب صداع ورعشه، وبرضه ممكن يسبب قلق وعدم القدره على النوم، واخر حاجه اعراض الحساسيه في حاله وجود حساسيه من الماده الفعاله. طيب ايه هي موانع استعمال الفاسكون او مين الناس الممنوعه منه؟ اكتر ناس ممنوعه منه هم المرضى اللي عندهم فرط نشاط الغده الدرقيه، وكمان في حاله وجود حساسيه من المواد الفعاله. بالنسبه للحوامل والمرضعات فما ينفعش ياخدوه الا تحت اشراف طبي وبس. بالنسبه بقى لجرعه الفاسكون او طريقه استعماله، فالاطفال الجرعه بالنسبه لهم هتكون نقطه الى 3 نقط 3 مرات يوميا، اما البالغين فالجرعه بتكون من 3 نقط الى 6 نقط 3 مرات يوميا، او ممكن ياخدوا من نص قرص الى قرص 3 مرات يوميا. والفاسكون ليه بدائل بنفس الماده الفعاله، زي الايفورتيل سواء النقط او الاقراص، او الهارتيفرين نقط.